كان قليل التوفيق أي قليل الحظ، ومن كان قليل الرزق، ومن كان كثير الهم، ومن كان كثير الحزن، ومن كان كثير التشاؤم والتطير. الإمام الصادق عليه السلام يعطينا برنامج ويعطينا علاج لحل هذه المشاكل التي ذكرتها من عدم التوفيق، من التطير، من القلق وما شابه ذلك. فيقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: يستحب لمن كان قليل الرزق قليل التوفيق كثير الخسران والحسرات، أي الهم والغم والحزن والتطير وما شابه ذلك، فعليه أن يدمن قراءتها. أي قراءة وأي سورة؟ وهي هذه السورة الطبية الوقائية الروحانية، وهي سورة الشمس. يؤكدون على قراءة سورة الشمس من أجل التوفيق، ومن أجل جلب الحظ، ومن أجل دفع الهم والغم والحزن وما شابه ذلك. فالإمام يعين ويشخص ويعطينا وردا نيرا زكيا، وهي أي سورة؟ سورة الشمس. سورة الشمس تقرأ 21 مرة، تقرأ سورة الشمس 21 مرة من أجل التوفيق، ومن أجل الرزق، ومن أجل دفع الهم والغم والحزن. تقرأ 21 مرة سورة الشمس. ولكن في أي ساعة تقرأ سورة الشمس؟ نقول لكم سورة الشمس تقرأ في أي ساعة من النهار لا مشكلة، سواء كان صباحا ظهرا أو مساء، في كل الأوقات. لكن إذا أردتم سورة الشمس للرزق فاقرأوها صباحا بعد صلاة الفجر. وإذا أردتم قراءة سورة الشمس من أجل جلب الحظ والتوفيق فاقرأوها في أي ساعة، لا مشكلة في ذلك، في أي ساعة من ساعات النهار، وفي أي ساعة من ساعات الليل، من أجل التوفيق. وفقكم الله سبحانه وتعالى وفتح عليكم أبواب الخير والنعم.